هي دنيا دنيا حرفيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبابي وأصدقائي. برحب بكم أشرف المصري. مش تنسوا كده في البداية الصلاة والسلام على رسول الكريم على أفضل الصلاة والسلام. مش عايز تعمل لايك مش مشكلة، يعني مش لها لازمة، عادي خالص. يعني هو يوم زي الفل، يوم جميل الحمد لله في كل شيء. قدر الله ما شاء فعل في الأول وفي الآخر. لكن يمكن الواحد مش زعلان للدرجة اللي هو كان ممكن يتخيلها، إن الواحد ممكن يزعلها علشان خاطر مثلا ماتش كورة. لا يعني مش زعلان للدرجة اللي هي تقول ايه، لا خلاص بقى الواحد متنكد النهارده، الواحد خلاص النهارده مش شايف قدامه. لا لا لا، في عندنا النهارده شويه ايجابيات، واهم ايجابيه فيهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا مش هنشوف وش المدرب ده تاني. يعني دي ايجابيه ذات نفسها كده تخليك ترتاح، بس مش عايز تعصب. انا خليني هادي زي المدرب بتاعنا هادي لدرجه انه كان بيقور كوسه. يعني انا كنت محتار اروح اجيب له سكينه يعرف يقطع ويعمل اللي عايز يعمله، ولا كنت يعني أنا مش فاهم بصراحه، يعني ولا كنت اجيب له مقوار. كان واقف بيقور كوسه في الدقيقه 44 خسرانين 1-0 ومش عارف يعمل حاجه، قاعد طول الماتش عمال يعمل بيديه في الملعب. يعني قاعد لي مفكر نفسه فيها جوارديولا، مفكر نفسه فيها بيلسا مثلا اللي هو يعني بيدرب اوروجواي وحاليا على ما اعتقد، يعني والراجل العقل المدبر بتاع، يعني مش فاهم يعني هو مفكر نفسه مين؟ يعني مدرب لعب مع مدرب بيراميدز ماتشين قبل كده ما كسبهمش، اتعادل ماتش وخسر ماتش، ثم جه يلعب قدامه مره ثالثه. يعني المفروض خلاص الراجل فهمه، لكن هو يعني هو خد نفس القلم في نفس المكان في نفس الحته في بنفس الطريقه بنفس الشكل. لا هو يعني خليه يكمل عادي، خليه يكمل. يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ انا شايف الناس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، زعلانين ليه يا جماعه؟ الناس زعلانه ليه؟ بتغلط في المدرب ليه يا عم؟ وزعلان ليه يا عم؟ لا ما تزعلش ما تزعلش. نفسي اعرف هو فيها لا ما فيش حاجه خالص. عندنا مدرب زي الفل، يعني مدرب جميل جدا جدا. عندنا مجموعه لعيبه فعلا مجموعه لعيبه رجاله. الجمهور ده غلطان ان هو غلط. احنا عارفين يعني اللجان اللي هتطلع، او الناس اللي هتطلع تتكلم، او الناس اللي هتطلع تعمل. يعني احنا بص ما عندناش اي مشكله خالص. كابتن خطيب 100 100 اللي بيحصل حاليا، ما نقدرش ننسى لك كل اللي فات ولا اي حاجه خالص. عندك انتخابات كمان شهر تقريبا داخل النادي الاهلي، انتخابات كمان شهر. يعني احب اقول لك بنسبه 90% اللي بيحصل حاليا داخل النادي الاهلي ده فريق كوره، ماليش علاقه بالانجازات والحاجات دي. احنا كجمهور، يعني انا عمري ما دخلت النادي الاهلي، حضرتك عمرك ما دخلت النادي الاهلي، ما حدش فينا دخل النادي الاهلي، فبالتالي احنا مش مستفيدين بالانجازات اللي بتحصل على ارض الواقع جوه النادي الاهلي. احنا مزاجنا وحياتنا وفكرنا بعد ديننا وبعد كل حاجه هو النادي الاهلي. يعني فحضرتك يعني انا مش عارف، يعني حضرتك خلي بالك ده هيأثر والله العظيم بشكل كبير جدا جدا. على فكره لو الوضع استمر على كده وريبيرو كمل، يعني بص انت عندك مشكلتين كبيره يا كابتن خطيب. انا اسف يا جماعه ان انا بتكلم بهدوء، انا بحاول اكون هادي زي المدير الفني بتاعنا. تفتكر يا كمان انا بقول لك اخويا خليه يكمل، اخويا كريم سامح فيها ايه يعني لما يكمل؟ يا عم تسيبه يكمل، سيبه يا عم يكمل يا عم، عادي خالص، سيب المدير الفني بتاعنا يكمل. لكن انا عشان كده بوجه رساله لكابتن محمود الخطيب، سيبه يكمل. واي حد هينزل قدامك في الانتخابات فهو اتعمل له دعايه وهيتعمل له دعايه. خلي بالك مش مني اكيد طبعا، يعني انا كنت مع الكابتن محمود الخطيب 2017 2018، ولكن هيتعمل له دعايه من اي واحد بيشجع النادي الاهلي على السوشيال ميديا ببلاش. طيب دي الحاله الاولى ان هو يعني ايه لو ما مشاش ريبيرو. طب بقى لو مشى ريبيرو، شوف بقى المشكله اللي هيكون فيها برضو الخطيب. هيطلع طبعا الاعلام والجمهور والدنيا كلها هيقول لك الجمهور ركب اداره النادي الاهلي وهو اللي بيمشي كلامه على النادي الاهلي. ليه بقى؟ لان انت اللي حطيت، او الاداره حطتنا في الموقف مش السيء. انا لو الاقي كلمه بعد السيء باربع مراحل هقولها، صدقني والله. لو في كلمه، انا مش عايز اتعصب مش عايز اتضايق، الواحد من العصبيه وحرقه الدم والحاجات دي كلها حصل له بلاوي، اقسم بالله بلاوي. فيعني هتعصب واتضايق واكسر التليفون واكسر الكمبيوتر واكسر الشاشه اللي كنت بسمع عليها، وحضرتك انت كجمهور هتعمل نفس الكلام. يعني في الاخر بقى هنعمل احنا ايه بقى؟ حضرتك هنعمل ايه؟ هنقعد نقول مش مشكله يغور في داهيه نجيب غيره ندي غيره، وغيره هياخد فلوس، هو انا بدفع من جيبي هو انت بتدفع من جيبك، وندخل في نفس الحوارات اللي ملهاش اي صنف اللازمه دي، في حين ان احنا رحنا جبنا لعيبه ودفعنا فلوس بالعبط وبالشوال في مجموعه من اللعيبه، واستخسرنا نجيب مدرب ندفع له راتب محترم زي الناس ما بتاخد علشان خاطر نجيب مدير فني. اصل احنا كنا بندفع فلوس وعاملين حسابنا هندفع لكولر سنه. يعني انت كنت عامل حسابك ان انت هتدفع لكولر سنه من قبل ما تمشي كولر بشهر، وانت بتجيب المدرب ده وعامل حسابك هتدفع له سنه. يعني انت كنت عارف اساسا الحوار. طلع في الاخر كانوا عارفين الحوار، وان هم يعني عشان هيدفعوا راتبين في نفس الوقت، فراح جاب مدرب سعره رخيص عشان الثاني هياخد حوالي 250 الف يورو في السنه في الشهر، وده هياخد له حوالي 100. فيعني تبقى الموضوع كانك عندك مدرب واحد.
فحاليا انت خلصت موضوع كولر والراجل خد 3 شهور وشهرين انجازاته وبتاع وتمام والدنيا زي الفل. ها بعدين بقى، بعدين هنقعد نحرق دمنا ماتش ملوش اي صنف 30 اللازمه. عندك مجموعه من اللعيبه، افضل مجموعه من اللعيبه داخل قاره افريقيا. عندك ناس بتطلع نار من بقها. دخلت عملت ايه؟ اشرف داري بسم الله ما شاء الله، يعني جه عندنا يتصاب حد وثلاث. قلت لك ايه قبل الماتش؟ قلت لك انا مش خايف غير من حاجه واحده فقط لا غير، كلمه حلق وفلق. حلق في الناحيه الدفاعيه، فلق في الناحيه الهجوميه. حلق في الناحيه الدفاعيه اللي احنا كنا بنعملها الحمد لله مستمره. احنا عاملين نحلق في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. اي حد بيجي له الكوره عايز يجري. شفت طاهر محمد طاهر لما نزل؟ شفت تريزيجيه وهو بيلعب؟ شفت زيزو النهارده؟ شفت اي حد؟ شفت بن شرقي؟ شفت جراتشار؟ المدير الفني كنا بنقول له في ماتش مقفول امام غزل المحله كان المفروض تلعب باثنين مهاجمين، شريف وجراديشار، علشان خاطر غزل المحله بيلعب جوه منطقه ال 18 بتاعته. فلا هو مش كانش مقتنع، لكن مقتنع قدام فريق عامل ضغط عالي عليك والدفاع بتاعه ماهوش دفاع متاخر، ده دفاع نص ملعب. ويعني الراجل مقفل فرقته قدام منطقه ال 18 مش جوه منطقه ال 18، بعدها كده بشويتين ثلاثه وراح ينزل مهاجم تاني وفضل نص الملعب. 4 لعيبه من نادي بيراميدز في نص الملعب على اليو ديانج. لا بسم الله ما شاء الله، لا بسم الله ما شاء الله. لا كمل. انا بقول لريبيرو يعني بصراحه شابوه، انت المفروض النهارده الراجل الثاني يتعلم منك. الراجل الثاني اللي كان قدام ريبيرو النهارده المفروض يتعلم منه. ليه بقى؟ لان الراجل الثاني اللي قدام ريبيرو النهارده اللي هو اسمه ايه؟ الراجل الثاني اللي قدام ريبيرو النهارده يعني يوريتيتش النهارده عمل ايه في ريبيرو؟ انا مش عايز اقول لك خد ورا مصنع الكراسي، لان تقريبا هو خده على كرسي. هو قعده على كرسي وجرب كل الكراسي ثم رماه. يعني هو خلاه جرب يعني خلى ريبيرو هو اللي جرب، عشان بس الناس ما تاخدش الكلام غلط. يعني هو خلى ريبيرو جرب كل الكراسي عشان يشوف الكراسي بتاعت مصنع الكراسي حلوه ولا وحشه، ورماه. ضغط عالي مش عارفين نطلع بكوره، كوره على الارض مش عارفين نلعبها، كوره عاليه مش عارفين ناخدها، هجمه مش عارفين نعملها، لاعب مش عارف يعدي. يعني انا مش فاهم. احمد رمضان بيكهام من اول الماتش مستر مايلي في ايه؟ انا مش فاهم يعني. اشرف داري اول ما ضمه ايه؟ اصل انا بقالي 3 ماتشات بلعب، فانا يعني حان وقت الاصابه. ياسر ابراهيم قلنا عليه نفس الكلام من اول الموسم. قلت ياسر ابراهيم يا جماعه يلعب ماتشين 3 ويتصاب. اشرف داري ماتشين 3 بعده ويتصاب. والله اقسم بالله قلناها من قبل بدايه الموسم. حصل. قلنا هيجي وقت علينا في يوم من الايام نشوف احمد بيكهام جنب العش، او هنشوف او هنشوف مصطفى العش جنب ياسين مرعي والاثنين يلعبوا برجليهم الشمال. لا ده يعني الايام دي خلاص، ده قربت خلاص. ما اشرف داري هيغيب حوالي 6 شهور، وياسر ابراهيم هيغيب حوالي 2 وبالتالي يعني هي دي اللعبه اللي موجوده عندك. يعني هو ده الدفاع اللي موجود عندك. انا عملت زي السباك اللي راح جاب لي اجمل قعده حمام موجوده في العالم كله، وجا عند المواسير عاملها خراطيم. يعني بسم الله ما شاء الله خربقها. مش هنتعصب، مش هنتكلم. ما يغور ولا هيكمل على كده في ده هتاخدنا احنا. مش يعني هو مش مشكله، هو هيكمل يا جماعه. اللعيبه ما فيش يا عم. لعيبه ايه؟ انا بس طيب يعني عشان كنت اقول كلمه صعبه والله. انا اقسم بالله انا خايف بس من حساب ربنا سبحانه وتعالى للواحد. كفايه السيئات الواحد ده انه ياخدها طول الماتش عمالين نستغفر من ساعتها. بص يعني من ابسط الحاجات وابسط الاشياء اللي موجوده في هذا الكون اللي احنا عايشين فيه. اول ما يجي مدير فني النادي الاهلي وتلاقي واحد ابن ميتين كلب اعلامي طالع فيه على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا اي مكان طالع يقول لك اصل اللعيبه مبسوطه من المدير الفني ولعبوا جوه الملعب ومبسوطه واللعيبه فرحانه من ادائه، روح مطلع خازوق، مطلع الديسلايك عامله في عينه. يعني مش هقول لك غير كده، لان المدير الفني ده اول ما جه طلع الناس على اليوتيوب وطلع الناس على الفيسبوك واقسم بالله ما طلعت اتكلمت عنه ولا قلت ولا كلمه، دنيت نضحك وقلت يا جماعه احنا بيضحك علينا، لان الحاجات دي انا عارفها. يعني اتقالت مره واثنين وثلاثه. قال لك مدير فني لعيبه مبسوطه وفرحانه بيه جدا جدا، اول مره يلعبوا كوره في حياتهم. لا اصل هم كانوا بيلعبوا كوره يد مع كولر، وكانوا بيلعبوا كوره سله مع موسيماني، وكانوا بيلعبوا كوره تنس مع فايلر، وكانوا بيلعبوا في كور، يعني كانوا بيلعبوا في كورهم مع زفت الطين اللي كان بيلعب سواريش. ما هذا ده ابن عم سواريش. لا ده مش ابن عمه. اعتقد سواريش كان اعلى منه يعني سواريش وجريدو كان اعلى منه على ما اعتقد. يعني انا ما شفتش فكر ايه. انا ما شفتش حاجه خالص. والله العظيم ما شفت حاجه خالص. انا خايف واقسم بالله العلي العظيم خايف الواحد يطلع اللي جواه ينفجر على الفيس ويقول كلام مش لاقي صنف اللازمه. تصحيح الخطا افضل مليون مره من المكابره. لا خليه يكمل هم خليه يكمل يا كابتن، لا حلو لا ليه يا عم يغور في 60 دقيقه؟ حلو يا عم سيبك منه. لا مدير فني روعه. لا مدير فني حلو. مدير فني. انا شفت الناس على قناه النادي الاهلي من فتره واتفرجت على الناس التابعه للنادي الاهلي.
قالوا لك لا ده العيب مش في المدير الفني، اللعيبه لسه ما اتطبعتش، احنا هنجيب طابع نلزقه ونتف عليه عشان يلزق. تف عليه عشان يلزق؟ انا مش بتف عليه عشان لا انا هتف عليه عشان يلزق بس. فيعني الموضوع سهل يا انتوا على فكره انتوا عالم صعبه، انتوا عالم صعبه ومش عايزين مدير فني. لا المدير الفني بتاعنا حلو، المدير الفني بتاعنا حلو جميل، يستمر معانا. عندنا فتره توقف اهي مع منتخب هيروح، هيستمر معانا الحمد لله، وبعدين يدنه مستمر معانا ان شاء الله باذن الله لحد يناير، وفي يناير بقى ان شاء الله باذن الله نكون احنا في المراكز الاخيره، فان شاء الله باذن الله يستمر بقى معانا نهايه السنه، فاحنا نكون في ال 14 مركز اللي بينافسوا على الهبوط. والله ما خرب الاهلي غير الخطيب. يعني بص انا مش عايز اقول الخطيب هو السبب، الخطيب ده برضو اللي جاب لنا بطولات وعمل، ولكن وراح جاب مجموعه من اللعيبه وفرحنا وانبسطنا وهيصنا وعملنا، ولو الاهلي كسب بكره برضو هنهيص وهنعمل، يعني مفيش عندنا مشكله يعني، بس غلطه واتكلمنا عليها مره واثنين وثلاثه، واتكلمنا قبل المدرب ما يجي، والحمد لله من اول الناس اللي اتكلمت على المدرب ده قبل ما يجي النادي الاهلي، والحمد لله اول ما جه النادي الاهلي قلت يا جماعه يعني عيب، يعني عيب اللي احنا بنعمله في نفسنا ده. مش اي واحد هيروح يلعب لي كوره في اي مكان في افريقيا هروح اجيبه، اي واحد بيلعب كوره على الباص هروح اجيبه، يعني كوره على الارض كده يعمل لي باصتين ثلاثه هروح اجيبه. يعني ما الراجل كان ماسك قبل كده وادي دجله خده بيراميدز، يعني عمل معاه الطين، بس انايكوس دوت اللي كان اسمه ايه، وبابا فيساليو الثاني برضو اللي كان يعني ناس لعبت كوره على راح اجيبهم يعني يدربوا النادي الاهلي. يعني انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم اي واحد شفته بيلعب كوره بس هروح اجيبه يدرب النادي الاهلي. واحد شفته كده لعب عمل ماتش، والله ده عمل ماتش قدامنا حلو وكسبنا، فنجيبه بقى عندنا. نفس الكلام لما حصل لما رحنا جبنا اللاعب زفت الطين ميكي سوني، الله يسهل له مطرح ما هو قاعد، اكيد دلوقتي في مجله ميكي، من ساعه لما رحنا برضو جبناه سجل فينا هدف، قال بقى ده الواد ده عالمي، ده عالمي، هاته بقى يلعب عندنا في النادي الاهلي. لا حكيمي مين والرجاله اللي موجوده، ولا رحيمي مين ده، لا ده الواد ده جاب فينا حته جون برجله اليمين وهو بيلعب رجله، هو قصير بس يحير ميسي، جبناه عندنا. مش عايز اكمل يعني خلاص بقى. ليه يا عبده اسكندراني يقال ليه يا عبده؟ خليه هم كانوا شايفين ان هو حلو، واحنا كجمهور قلنا من الاول ان هو وحش، فالاداره شايفه ان هو حلو، يا ريت يستمروا على رايهم، يا ريت هيكونوا بيكتبوا نهايتهم بايديهم، فيا ريت يستمروا، الموضوع سهل وبسيط، استمر على رايك، خليك مستمر على رايك زي ما انت، يعني خلي الاداره زي ما هي رجاله بدات كده من اول رجاله، خليهم يستمروا على رايهم ان هم رجاله ويقدروا يكملوا. يعني انا مش عايز اعلي صوت يعني يا جماعه، يعني اقسم بالله يعني الواحد شاف بلاوي اليومين اللي فاتوا، وعصب سابع وشلل وسكر ارتفع، وامبارح كان كتف نص كتفي كان واقف، يعني الواحد شاف من العصبيه، الواحد شاف هم، فانا مش عايز اتكلم. يعني انا شوف حاطط ايدي اصلا معظم الوقت ايدي الشمال، كتفي مش قادر اقسم بالله ما قادر يعني، ومش عايز اقول لك انا حاسس ان الترقوه بتاعت امام عاشور اتكسرت عندي. استغفر الله العظيم يا رب. مدير تعاقدات حرامي، فريق الاهلي كبير، حرام فريق الاهلي كبير. كويس، الصدمه جت بدري الحمد لله. لا احنا مصدومين من الاول يعني. هل انت لسه مصدوم النهارده؟ هل انا لسه مصدوم النهارده؟ هل احنا كلنا اتصدمنا النهارده؟ هل احنا صحينا من النوم اتصدمنا؟ يعني انا مش انا اسف طبعا، انا ما بشوفش كل تعليقات الناس، لان اقسم بالله ما شايف بعيني، يعني معلش والله اقسم بالله انا اسف، بس والله العظيم ما شايف بعيني، عشان بس الناس تصدق. بس عماد النحاس افضل نادي، البوابين بيعملوا، انا مالي ومال نادي الزمالك يا عم، معلش يعني معلش، انا لو انا عايز اتكلم واسف على الزمالك هقدر اسف اي وقت حتى وانا زعلان، بس ايه اللي دخل الزمالك في دلوقتي؟ يعني ده فريق بيلعب بيكسب بيخسر، هو فريق الناحيه الثانيه بعيد عني، بلاش ندخل بقى نقول بيعملوا صفقات ما بيعملوش صفقات، شكلهم حلو اقول عليهم بوابين، يعني بلاش الكلام ده بالله عليك، خلينا احنا في فريقنا، احنا رحنا عملنا بقى صفقات ملايين عملناها حلوه جميله بسكر وطعمها حلو، بعدين بقى خلينا بقى بفريقنا بقى، يعني معلش يعني انا راجل جاهل، خليني في فريقي. على فكره مش كل المشكله، معلش حد حط عليه في المدرب اللعيبه تشين، والله انا هتلاقيني كاتب، انا اول حاجه كاتبها يعني اللعيبه عاله، يعني انت عايز ايه تاني يعني لعيب، معلش يعني بس يعني معلش بس عشان شفت تعليق ده بعد كده نعم. على فكره مش كل المشكله، ماشي اللعيبه والجهاز الفني ماشي، خلاص قريت تعليقك اخويا كريم احمد رضا عشان انت قررته، خليني بقى ايه يعني ارد عليك في الحته دي. بص يا عم صل على النبي، النهارده بيلعب في الملعب احمد بيكهام جديد عندك، العش جديد عندك في نص الملعب، يعني معلش عد معايا، محمد علي بن رمضان جديد عندك، زيزو جديد عندك، تريزيجيه جديد عندك، تريزيجيه كان بيلعب من 10 سنين جديد عندك دلوقتي، يعني مع المدير الفني موجود عندك، محمد شريف لسه راجع لك بقاله سنتين، يعني انت بتتكلم نص الفرقه بتاعتك، نص الفرقه انت غيرتها،
يعني انا غيرت اللعيبه اللي انا كنت بقعد اتريق عليها، انا غيرت اللعيبه اللي كانت بتحنكش، غيرنا حسين الشحات اقعد يا حسين يا وحش، اقعد يا طاهر يا زفت، اقعد يا محمد مجدي قفشه يا حنكشه ويا اللي بتقفش في الفريق، يعني قعدتهم. وانا هداني كل شويه غير نفس اللي هروح بقى ماشي كمان 6 لعيبه واجيب 6 لعيبه غيرهم واشيل 6 كمان واحط 6، يعني كتير بقى، لا كتير كتير. لا القصه مش لعيبه بس، هو لعيبه اتريشت وخدت فلوس وكل واحد ظبط نفسه وظبط حياته، كسب خسر فرح نام زعل عمل داخل له ملايين، فمش فارق معاه، استشور وعمل اللي بتاع وعمل اللي يعني ظبط الليله، عنده اعلانين هيعملهم بكره الصبح وعمل امبارح اعلانين، الدنيا حلوه معاه، الدنيا جميله معاه، واخد له قافش في ايده 40 50 مليون جنيه، فمش فارق معاه. يعني حضرتك بقى كسبت خسرت زعلت نمت قمت عملت، لو انا بقى حاطط له ده في عقده، تعالى يا باشا انت لو خسرت ماتش حضرتك مخصوم منك كذا، لو اديت اداء سيء داخل اللقاء مخصوم منك كذا، لو انت عملت ماتشين او 3 متتالي مفيش مكسب مخصوم منك كذا، ساعتها هتلاقي اللعيب ده ده انا هيتخصم نص الراتب بتاعي، ده انا اصلا باجي استشعر وانزل الملعب، يعني انت عايز مني ايه تاني؟ انا هستشعر وانزل. لكن دلوقتي لما تيجي تقول له انت ممنوع منك كذا، محطوط عليك كذا، معمول منك كذا، لكن لا، احنا هنديك الفلوس من بره العقد، هنعمل لك عقد اعلاني وهنعمل لك عقد تبع النادي، فانا لما اجي اخصم منك هخصم منك العقد بتاع النادي، ال 5 مليون جنيه مثلا بتاعت زيزو، او ال 7 مليون مش عارف بتاعت مين، او ال5 او ال 100,000 بتاعت محمد علي مثلا بالرمضان، فانا هخصم منك من العقد ده، لان مش هقدر اخصم منك من العقد الاعلاني، لان العقد الاعلاني ده معمول مع شركه ثانيه مش محطوط فيه الشروط اللي موجوده هنا في الاخر يعني، فحضرتك هتيجي تبص هتلاقي نفسك في الاخر مخصوم منك مليون جنيه في السنه، مليون جنيه مخصوم منك في السنه، وانت واخد 99 مليون جنيه يعني انت عايز ايه؟ انت واخد 40 50 مليون جنيه، يتخصم منك مليون جنيه في داهيه، معلش يعني في داهيه. مش احنا لما 10 جنيه بتقع من جيبك حضرتك بتلف حوالين نفسك يعني؟ لا عادي عادي بالنسبه له يعني، ما فيش مشكله. انتوا زعلانين ليه؟ بلاش شتيمه يا سهران الليل، بلاش شتيمه بلاش شتيمه، عشان خاطر يعني ايه الفيس بيعمل حظر ليك لوحده، وهتلاقيني انا كمان عامل لك حظر، فبلاش. وصلنا اول مباراه يا عم، مباراه ايه؟ هو احنا اصلا رحنا؟ احنا رحنا الماتش؟ ماتش ايه ده اللي احنا رحنا فيه؟ معلش يعني انا كنت المفروض مقطع الكور بتاعت الماتش من اولها لاخرها، ومفروض هطلع من على الكمبيوتر مش هطلع من على التليفون ونتكلم ونحطه قدامنا، يعني هطلع اتكلم في ماتش كله البيراميدز، ماتش في الشوط الاولاني كوره واحده من زيزو لشريف فقط لا غير، وديانج طبعا لما ضيع الكوره بتاعت بن شرقي، يعني كورتين في الماتش كله. لما اروح للشوط الثاني مفيش كوره في الشوط الثاني توحد الله، لعبه في الشوط الثاني توحد الله. الواد فيستون مايلي نزل مع احمد بيكهام روقوا، يعني يمكن الواد مصطفى العيش وقفه شويه، فهرب من مصطفى العيش بقى يروح لبيكهام، تعالى ده انت زبون، انت زبون يا اسطى، انت مش عارف تقف على رجلك يا اسطى، انت ركبك عماله تخبط على الجيران. مش هقول على محمد الشناوي في الهدفين، وان كان محمد الشناوي يعني شايله نص الهدفين، 3/4 الهدفين انه ما عملش اطلاع عليها، لكن معلش يعني انا ما اقدرش الوم على الشناوي، انا اسف والله، اسف لكل الناس اللي هتلاقيها دلوقتي صفت على الشناوي واتريقت عليه وما فردتش ايدك، وهات لنا بقى عمر فرج والكلام ده، انا عارف ان الشناوي عليه غلط، لكن انا مش هقدر اسف عليه، معلش عذرا والله يعني، معلش اصل الواحد بيبقى عنده احاسيس ومشاعر كده، عند وفاه حد معين، فوفاه الاب عند محمد الشناوي في وقت صعب يعني، وبعدين وقفت جون وماتش مهم امام بيراميدز، اصل عايز يلعب ومش عايز يلعب، انا المدير الفني مش هو المدير الفني، انا المدير الفني مش هو، معلش يعني. هدف اولاني تتلعب الكوره تخبط في القائم، ما عملش عليها تراي، حلو، الكوره الثانيه سهل التراي، ليه؟ انت قريب من الزاويه، المكان اللي انت واقف فيه صح، خلاص انت يعني رجليك الثابته خلاص اتحركت، وليد الكارت وقع على الارض، اشرف داري طبعا بسم الله ما شاء الله بيحضنه حضن مطارات، فبيحضن الراجل، 2 مغاربه بقى وبيحضنوا بعض بقى، تعالى حبيبي اخويا تعالى اروح قلبي، راح موقعه يعني عادي خالص، فالشناوي كان عنده فرصه يعمل الطريقه ما عملوش، يعني مش هقدر برضه اسف عليه. تعالى الهدف الثاني الكوره برضه تلعب لوليد الكارتي، برضه الشناوي بيروح للكوره جوه المرمى، اعمل تراي حتى لو انت ما جبتوش انا ما عنديش مشكله، بس اعمل تراي على الكوره، لكن برضه مش هقدر اسف ولا هقدر اقول بقى ما فردش وما عملش وما سواش، لكن هروح لمدير فني مش لعبنا كوره، هروح لمدير فني ما كان شاف قدامه، هروح لمدير فني عمل ايه اول كوسه طورت الماتش، كابتن محمد يوسف قاعد عمال حاطط راسه ايده على راسه، يا حزني الاسود يابا يانا ياما، يعني عمال قاعد بره عامل لي فيها محمود عبد العزيز بتاع الحته بتاعت انترتوب دي ولا انترلوب دي، فين انترلوب، قاعد هيبقى هيموت بره. كابتن عماد النحاس الناس في اخر الماتش الجمهور يعني انا حاسس فوق الناس وصح الناس، يعني هنعمل ايه طيب يعني؟ يا عم ريبيرو امشي في الدقيقه 74 لما راح يغير لي، راح يطلع شريف وراح يطلع تريزيجيه ونزل لي طاهر ورضا، يعني الجمهور بقى يعني خلاص بقى كان هياخدها له حته اسكندراني، بس لحق نفسه. يعني انا عجبني الجمهور انه كان محترم، والله اقسم بالله لو ما كنت موجود مش كنت هبقى محترم، يعني هو جمهور محترم من الاخر يعني. ليه جمهور محترم؟ ما شدش واحده اسكندريه هادي كده وقال له يا ريبيرو امشي خد جهازك وامشي، يلا اتفضل حضرتك يلا جوه، بس انا كان نفسي اقولها له بالانجليزي
او بالاسباني عشان في ناس بتزعل. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. والله المدرب هيكمل لو الاهلي خسر 10 مباريات لانهم لعيبه بتقبض في عماد النحاس. اعتقد حسام البدري. والله العظيم احمد رزق، يعني انت جيت على الوجيعه يا احمد رزق. هو الاهلي فين؟ مش شايفك معايا يعني، معلش. الاهلي كان نازل يتسوق من كازيون ولسه راجع. بص يا احمد يا رزق، انت ضغطت على حته، ضغطت على الوتر الحساس. عارف انت الوتر الحساس؟ بجد يا كابتن، المدرب بيعمل هبط كروي. مش هنرجع لسيد حفيظ بتاع 3 سنين. ما علينا. كابتن سيد حفيظ قال لك انا مش عايز اعمل، انا هيدخل الاداره ان شاء الله. ولكن اخويا كريم احمد رزق ضغط كده على الحته اللي هي بتاعت حسام البدري. بص، هو حسام البدري والله العظيم اقسم بالله كنت هعمل فيديو من 3 4 ايام، فيديو شورتس كده صغير كده، كنت هتكلم فيه ان النادي الاهلي محتاج حسام البدري. بعدين يعني قلت بلاش، لان انا عن نفسي كواحد اهلاوي عارف الكابتن حسام البدري سابنا ومشي ازاي قبل كده. سابنا في عز ما انت كنت محتاجه في موسم كان صعب جدا 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 في بطوله افريقيا 2013 بعد 2012 واللي خد 2012. سابنا في وقت صعب جدا عشان الجنيه. خليني واضح وصريح اهو. ثم الكابتن حسام بدري كان مدير فني للنادي الاهلي في اول فتره جه فيها الكابتن محمود الخطيب، وصاحب نادي بيراميدز القديم، مش عايزين نفتح يعني في الحوارات والكلام اللي مش ليه صنف اللازمه، كان بيطلع يقول عليه مش مدير فني وما بيعرفش يدرب وانا اجيب لكم مدرب عالمي. ثم حصل الخلاف بين النادي الاهلي والراجل ده، ثم الراجل ده يروح يجيب حسام بدري يمسكه رئيس نادي بيراميدز ويوافق بعد ما كان بيقول عليه كلام صعب جدا جدا. وقف ضد النادي الاهلي. انا دلوقتي بقول هو افضل مدير فني يمسك النادي الاهلي، بس هل الكابتن محمود الخطيب هيقدر يرجعه؟ هل الجمهور هيوافق ان هو يرجع؟ لو انا القرار في ايدي ارجعه. كابتن حسام بدري لو القرار في ايدي ارجعه، اقسم بالله لا يمشيهم على عجين ما يلخبطوه، اقسم بالله لا ينفخهم لاعب. مدير فني بيلعب 2012 نهائي افريقيا، مقعد جنبه محمد ابو تريكه، مقعد جنبه بركات، شد بلاستر، ما في واحد نطق، ما في واحد يتكلم. مدير فني لعبنا معاه كوره 2016 2017 افضل كوره اتلعبت بعد مانويل جوزيه، ويمكن كمان يعني تشابه كوره مانويل جوزيه في اللعب بتاعها وجمالها، مع مجموعه لعيبه اقل ما يوصف عليهم نص او انصاف لاعبين. يعني بص، الواحد صريح، لو الموضوع في ايدي انا، لو في ايدي هرجعه. لكن هل اداره النادي الاهلي عندها الجرأه انها ترجع حسام البدري؟ عندك الجرأه ان انت تجيب ريبيرو، واحد بصبصتين قدامك في ماتش كسبك 1-0 في ماتش ملوش صنف اللازمه في دور مجموعات السنه اللي فاتت، كسبك، فانت قلت ده الواد ده بيلعب كوره قدامي حلو على ارضي. طب يمكن اللعيبه معاه كانت حلوه، يمكن كان معاه عيال صغيره 22 سنه 23 سنه كانوا بيجروا رهوان، وانت كان عندك لعيبه كحيان مدريان، ومدير فني ساعتها كان بيشطب. والله ده مدير فني حلو، هاته. جه المدير الفني ده قال لك بص بقى، انا راجل بتاع ايه، انا مش راجل، ما بحبش اللعيبه النجوم قد كده، انا بعتمد على الشباب. مفيش شاب واحد في الفرقه، شاب واحد اللي موجود في الفرقه مفيش. قال لك اصل انا بعتمد اول ما جه قال لك انا مشروع بعتمد على الشباب. فين الشباب؟ يعني اين يوجد الشباب حتى اعطيهم فرصه؟ محمد عبد الله شاب الله يرحمه، احمد عبدين الله يرحمه. اوعى تقول لي كوكا شاب 25 سنه، ده كوكا شاب يجيب للي زي يعني كساح. انا جالي كساح راح ينزل كوكا في الهدف الثاني مع وليد الكارت، مع اسمه ايه دوت الواد وليد الكارت، ولا مع مين اللي عمل له عرضيه يعني، مع قطه، كوكا وقطه الاثنين مع بعض. قطه راح يقول له خربش، راح موقعه، راح عامل الكره يعني انا والله لا اقسم بالله انا عايز امسك بس نفسي كده، بس هدوء، نهدى تاني. انتوا ترجعوا الناس اللي بتشتمكم بس. فعلا احنا بنحب نجيب الناس اللي بتشتمنا وبتف علينا. وامك صاحبتي انا بحب اجيبهم وبسقف لهم، انا بحب الناس دي قوي. اي واحد بقى يقول لامك صاحبتي ويعمل الحاجات الحلوه دي، الواحد يسقف يعني، وكل لبيب بالاشاره يفهمه. حلو احمد عادل، عشان هيتعمل لك على محمد اسمه مصطفى عادل. قبل بس بعمل لك الحظر بس، ماشي يا حاج مصطفى؟ يبقى روح له، اصل هو النهارده تقريبا كان عنده مؤتمر، فيعني هم ضربوا في بعض، فروح له. انا من اول بتاع قلت مش عايز اجيب سيره الزمالك ولا عايز اتكلم عليه، بس في ناس بتحب تتهزق. ده انت اتشتمت من طوب الارض، ده انت شيكابالا تف عليك وعلى جمهور عليكم، واحد تف عليكم ورفع لكم الجزمه في وشكم وقال للمدير الفني اقذر كلام جوه الملعب، وحضرتك الله يا اسطورتنا حبيبي. روح لامك، روح انزل عند امك تحت، هتلاقيها ان شاء الله باذن الله عامله لك كده فطير يبقى كله. يلا يا عم مصطفى، في ده هتاخدك. واحد عمال يقول بالاول مش عايز يغلط ولا عايز يتكلم على حد،
لكن في ناس اقسم بالله ما عندها دم. شفت يا اخي، اقسم بالله ما عندها دم. خليفته جوزيه حسام بدري، يا كابتن اشرف حسام بدري او عماد النحاس. والله يا استاذ اشرف العيب في الاداره، لان هم صرفوا فلوس على اللعيبه يخلوا يجيبوا مدرب بكواليتي عالي. انا مش عارف، انا والله يعني حسام بدري مولعها في ليبيا. انا شفت عمل ايه هناك، لكن احنا جمهور في ثانيه هنقلب على الاداره. لو جاب حسام بدري اقسم بالله لو جابه لا نقلب عليه. يا كابتن معلش انت مشيت معلول وبتلعب يا عم. معلول يا اخي لسه مصاب يا اخي. يا جدعان انتوا ماسكين في رجل معلول كانه اله العجوه عند القدماء المصريين. يا جدعان مش ارحمونا بالله عليكم. معلول راح لعب ماتش واحد خسروه، اتصاب، ما عادش قادر يا جماعه. الاصابه اللي كانت عنده كانت اصابه صعبه، جددنا له سنه، خد سنه كامله فلوس وهو قاعد، والاهلي عارف انه مش هيلعب. خلص يا جدعان. الاصابه دي كانت مخلصه على جilberto وهو موجود مع النادي الاهلي، ومشي من النادي الاهلي بنفس الطريقه، وبعد كده احترف في البرتغال في دوري درجه ثانيه وانتهى مسيرته. اصابه صعبه في سن كبير، الناس لازم تفهم ده. لكن الناس مفكره ان اداره النادي الاهلي عامله على معلول، او حتى يا جدعان معلول قال لهم انا ماشي. معلول قال لهم انا ماشي ومش عايز منكم حاجه وانا ماشي. خلاص قعد معلول، اتصاب، قعد معلول، النادي الاهلي راح مديله الراتب بتاعه كامل. هنعمل ايه تاني يعني؟ راح هناك الصفاقسي، هو ماتش لعبه اتصاب 3 4 شهور غياب اهو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هو نفس الناس لو كان معلول كان موجود واتصاب عندنا الاصابه دي وهو بيلعب تاني، هيقول لك يا عم انتوا ما مشيتوش ليه يا عم؟ انتوا حاطين واحد بياخد بالدولار، ما كنت جبت واحد غيره. هم انا اسف يعني، ما اقصدش انت يا عم الحاج، يعني احنا اخوات يعني في الاول وفي الاخر يعني. علي ماهر مدرب كويس بس ما ينفعش النادي الاهلي. علي ماهر ما ينفعش النادي الاهلي يعني، معلش يعني. انا بحب علي ماهر، لسه عليه شويه، لسه عليه كتير كمان شويه بس. معلش انا مش مقتنع بزيزو، اقسم بالله الاعلام هو اللي نفخ فيه. طيب انت مش مقتنع بزيزو، مقتنع بتريزيجيه؟ مقتنع بمحمد علي بن رمضان؟ مقتنع بديانج؟ مقتنع بشريف؟ مقتنع بجراديشار؟ مقتنع بالشناوي؟ مقتنع بشوبير؟ مقتنع بداري؟ مقتنع باي حد موجود، ولا انت مش مقتنع بحد عموما؟ يعني انت سبت الناس كلها ومسكت في زيزو. هل انت مش مقتنع بالناس كلها ولا انت مسكت في زيزو بس؟ لان احنا ما عندناش مدرب يلعب اللعيبه دي. زيزو فجاه بيلاقي نفسه بيلعب في نص ملعب لاعب رقم 8، فجاه بيلاقي نفسه رقم 10، فجاه بيلاقي نفسه مطالب منه ان هو يكون مهاجم تاني، فجاه بيلاقي نفسه جناح يمين، فجاه بيلاقي نفسه جناح شمال، فجاه بيلاقي نفسه هو المدرب. يعني هاتوا بقى لبسوا جوانتيات وقفوا جون. المدرب ده عامل زي نبوشه اللي الزمالك كان جايبه، يعني ولا نبوشه ولا نبوسه حتى. ماله اقسم بالله ما ليه مثيل. طب فين يا كابتن احمد عبد القادر؟ يا جدعان احمد عبد القادر تاني يا جدعان. يا جدعان هو مش انتوا نفس الكلام يا جدعان اللي كنتوا بتقولوا على احمد عبد القادر يا جدعان؟ يا ناس ده انا زهقت يا جدعان السنتين اللي فاتوا دول. احمد عبد القادر ده احنا كنا بنسميه احمد حنكشه، هو نفس الكلام يا جدعان. يعني احمد عبد القادر ده اللي كان بيلعب وهو في اعلى مستوى ليه، ولا كان بيسجل ولا كان بيباص ولا كان بيعمل حاجه، وياخد الكوره يدنه يحنكش جوه منطقه ال 18 ومش بيباص لحد. هو احمد عبد القادر دلوقتي اللي احنا بنقول يرجع. يا جدعان احمد عبد القادر مين يا جدعان؟ والنبي يا جدعان مش تهبلوني، والنبي يا جدعان ما تهبلوني يا جدعان، اقسم بالله حرام عليكم. فايلر لازم يرجع. فايلر هو حاليا في امريكا بقى، رجعه بقى من امريكا. يعني وسام سابك راح امريكا، هات انت بقى فايلر عندنا اللي هو قال لك انا مش عايز انزل ادرب تاني اساسا. الله يرضى عليك، احنا ما عندناش مدرب. لا يدنوا. انا قلت يا احمد يا شاور يدنوا، ما تمشيش المدرب، سيبه. طالما انت متمسك بيه ودنيتك متمسك بيه، سيبه بقى. سيبه بقى عشان تبقى نهايه الاداره دي مع المدرب ده. سيبه بقى ما يمشيش، سيبه ما يمشيش. بلاش النحاس، الفريق فيه نجوم كتير. انا ما اقدرش اقول النحاس وما اقدرش اقول النحاس لا. عماد النحاس كان لاعب ونجم كبير عالمي. يعني اللي شاف عماد النحاس عارف ان عماد النحاس ده خامه ملهاش حل، وعماد النحاس كان موجود في جيل ملوش حل، وعماد النحاس كان احد نجوم الجيل ده لحد ما جات له الاصابه. يعني للاسف الاصابه جت دمرت عماد النحاس. فالراجل اتعامل مع ناس اعلى من اللي موجوده دلوقتي دي بمراحل. حلو. لكن هل هو كمدير فني اساسا عنده صفات الكوره الهجوميه اللي محتاجها النادي الاهلي؟ لعب 6 ماتشات مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت، يعني بروح وعزيمه، لان احنا بنلعب في اخر 6 ما فيش غيرهم. ما عندناش ماتشات في افريقيا، ما عندناش ماتشات في اي بطوله تانية عندنا ده. لكن عماد النحاس التاريخ اللي قبل ده كان بيلعب مع فرق صغيره في اماكن صعبه جدا وبيلعب على الناحيه الدفاعيه. مدرب جيد جدا ومحترم، ويمكن لو خد فرصه يكون افضل بكتير من اي حد. بس هل شخصيه عماد النحاس، يعني اكيد انت فاهم قصدي، هي دي اللي هتمشي في الوقت ده؟
يبقى انا قتلت مدير فني يعني عندي ممكن يكون منه رجا، ولا اخليه راجل تاني مع واحد زي حسام بدري، او اخليه راجل تاني مع حد كان كبير اساسا. يعني انا استخسرت ادفع في حد كبير. خلاص يا عم انت خلصت مشكله كولر، معاك دلوقتي 100,000 للمدرب اللي بياخدهم ده، وكان عندك 250,000 يعني كنت انت عامل حسابك كولر ياخدهم، معاك 350,000 400,000 يورو في الشهر، انا مش هدفع من جيبي، انت اللي بتدفع كنادي اهلي، وعمال تقول لي بقى انا عندي كذا ومعايا فلوس قد ايه وهنا في قد ايه وهنا في قد ايه. هات لي بقى مدير فني بقى على مستوى يمسك اللعيبه دي يطلع منها حاجه، او هات مدرب مصري زي حسام بدري. يعني الموضوع سهل وبسيط. تختلف كجمهور بقى، نختلف بقى على حسام بدري، ما نختلفش، نتخانق، ما نعملش، لو في ايدي قرار هجيبه بعد كل اللي عمله هجيبه. انا بقول لك على وجهه نظري. بالراحه عليا شويه يا استاذ. لا يا عم لا، ما اقصدش يا اخويا الكريم، والله ما اقصد يا اخويا الكريم سمير، وحياه النبي ما تزهقش علينا احنا كلنا. لا لا لا، انا والله يا ابني، والله يا اخويا، يعني يا سمير يا حبيب قلبي، انا ما اعرفش هل انت كبير ولا صغير يا اخويا الكريم سمير، يعني ربنا ربي يحفظك ويبارك فيك. انا ما اقصدش اتعصب عليك والله، احنا بنتكلم بشكل عام. اوسخ مدرب مسك الاهلي، اتفق معاك 100%، يعني 100% اتفق معاك. عامه خلاص، انا كفايه كده، كفايه احنا قعدنا مع بعض شويه حلوين اهو، وعشان بس اخواتنا ما يزعلوش ولا بتاعنا، الواحد اتضايق اخويا الكريم سمير وكل اخواتنا اللي موجوده معانا، بس مجرد مضايقه على اللي حصل. انا ماسك نفسي اقسم بالله بالعافيه، يعني الحمد لله في الاول في الاخر. فين مارسيل كولر؟ حرام عليكم الناس الناس اللي طلبوا ما تقلبش. لا ده انت بص انت لو رجعت مارسيل كولر لا حول ولا قوه يا عم. مارسيل كولر مين يا عم؟ يا عم ما تطلعناش من هدوم يا عم، يا عم حرام عليك يا عم عبد الرحمن، حرام عليكم اقسم بالله، حرام عليكم. موضوع كابتن حسام مطروح على الاداره فعلا هنشوف. احنا بنسمع الكلام ده من الناس التابعه للاداره اللي بتحب ترمي كروت. يعني اتمنى كنت فاهمني يا اخويا كريم عبده، في ناس كده تابعه الاداره بترمي كروت، الكروت دي مش حقيقيه، بس يعني هو بيشوف لو الكارت مشي مع الناس وجاب سناره نبدا نتكلم فيه، ما جابش سناره يطلع يقول لك لا والله اصل احنا اصلا مين قال لك لا احنا بنتكلم، احنا كنا بنفكر من بعيد كده ان احنا ممكن نجيبه. حبيبي اخويا الكريم سمير، ربنا ربي يحفظك. طيب عامة يا جماعة، احنا يعني في الختام ان نصلي ونسلم على رسول الكريم على افضل الصلاة والسلام، كفاية كده. ان شاء الله باذن الله خير، ربنا يعدي على خير. وانا بقول للكابتن محمود الخطيب خليك مستمر على قرارك، كل الدعم وكل حاجة. احنا بنشجع النادي الاهلي، ما بنشجعش اشخاص، ولكن طول ما الواحد بيستمر على نفس الخطأ عايز يعمله خلاص، هيودي لنفسه مشكلة كبيرة. انا عارف انت محطوط دلوقتي في خانتين، خانة يا اما هتسمع كلام الجمهور وتقول لك اصل الجمهور ركب الادارة والجمهور مشى كلمته وده هيتقال، ده لو انت مشيت ريبيرو. ما مشيتش ريبيرو، فللاسف بالشكل اللي احنا شايفينه ده هنشوف مهازل هتحصل الفتره اللي جايه، وده هياثر على النادي الاهلي وعلى كابتن محمود الخطيب زي ما بقول لك في الانتخابات اللي جايه. عندك حاجتين وانا عارف القرارين اصعب من بعض، خليها على الله، وان شاء الله باذن الله نشوف الاهلي افضل والاهلي احسن. وما تنساش موسيماني. لا بص انا هقفل واحد بيقول لي موسيماني وواحد بيقول لي مارسيل كولر، ويعني احنا ناقص بقى نجيب سواريش بقى عشان ياخد فرصته، اصل الراجل ما خدش فرصته مع الناس اللي كانت موجوده. لا انا هقفل يا جماعه، صلوا على الرسول الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.